بسم الله الرحمن الرحيم. ابويا ورئيسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والقائد الاعلى للقوات المسلحه ورئيس البلد كلها. ابو السيسي كده الفيديو ده رقم 91. امن الدوله ما بعتوش ليا تاني، زي ما يكون ان هم قالوا ده ملوش لازمه ولا اهبل ولا الكلام ده، ما نعرفش بقى هم عايزين ايه بالظبط. اللي انا بقول لسيادتك يا ابو السيسي عشان خاطر حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام ولد الفتاح اللي انت عبده واحنا عباده يا رب. يا ابو السيسي الكنز ده مش هيتفتح الا على ايد سيادتك انت. هنسد الدين بتاعنا وجد الدين 5 مرات باذن الله باذن الله باذن الله. ارجوك ابوس ايدك ورجليك كده، كفايه. الشعب تعب، الشعب تعبان يا ابو السيسي، واحنا تعبانين. الطبقه الوسطى تعبانين بالبيع من الملك عشان نصرف. المصاريف سواد، المصاريف سودة، ما عدناش قادرين نعيش. زي ما انا قلت لسيادتك في الفيديوهات كلها، احنا 106 مليون، 6 مليون مليارديرات مش حاسين بحد، و20 مليون الطبقه الوسطى اللي احنا منها، و20 مليون في المستشفيات مش لاقيين علاج، و60 مليون بيفحروا في الصخره عشان يقضوا رزق يوم بيوم. يا ابو السيسي شعبك تعبان. انا عارف ان انت عمال تلف ليل ونهار ولا 24 ساعه شغال عشان تريح البلد، وعشان الدين ده احنا هنسده. ايد سيادتك انت وسيادتك اللي هتسد الدين، لان انت سيادتك اكبر راس في الدوله، وان شاء الله الدين ده هيتسد، والجنيه بتاعنا هيعلى عن الدولار وهيزيد وهيبقى مساوي الدولار واعلى من الدولار ان شاء رب العباد على ايد سيادتك انت. يا ناس، يا اهل مصر كلها، انا مش بناشد المخابرات ولا التحريات ولا امن الدوله ولا الامن الوطني ولا الامن العام بس، انا بناشد كل واحد يشوف الفيديو من ولادنا واخواتنا وابهاتنا. ارجوكم اعتر في ابويا السيسي، هنسد الدين وهنخلص اللي علينا كله، وان شاء رب العباد جد الدين 5 مرات 6 مرات في البنك المركزي ملك. الجنيه بتاعنا هيعلى عن الدولار. ابوس ايديك ورجليك يا ابو السيسي عشان خاطر حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام والفتاح اللي انت عبده واحنا عباده. احنا تعبنا، الشعب تعبان يا ابو السيسي، الشعب تعبان. المصاريف سواد، المصاريف سودة والاسعار سودة، واي حد يجيب لي سيادتك تجارات غير كده كذاب. ناس تعبانه يا ابو السيسي. البيت النهارده اللي فيه 3 4 عيال وراجل ومراته والله بيعدي ال 20,000 جنيه، والله بيعدي ال 20,000 جنيه لما بس يعيش عيشه على قده، عيشه على قده. مره لحمه في الاسبوع ومره سمك ومره فراخ، وباقي الاسبوع كشري ومكرونه وبطاطس. ابوس ايديك ورجليك يا مدير امن الدوله الشرقيه محمد بيه شاهين. سيادتك قلت هنبعت لكم، انت ما بعتش ليا حد، ولو بعت ليا حد ما عنديش كلام غير اللي انا بقوله ده، لان ما اقدرش اقول على المكان ده غير لابويا السيسي نفسه، لان لو قلت على الاماكن اللي فيها الكنز هنقتل انا وعيالي. انا مش خايف على نفسي، انا خايف على عيالي. انا سيادتك اما اجي اوصل لسيادتك، وقلت لسيادتك قبل كده اجي لك بلبوص ومتكلبش في الحديد، انا موافق. اما اجي لسيادتك هقول لسيادتك الكنز في الحته كذا وكذا وكذا باذن الله، وهيجي الكنز. الكنز دي مش عباره عن اثار، الاثار ما تمثلش 1% من الكنز ده. الكنز دي باذن الله باذن الله يعدي، مش عايز اقول يخش في تريليون ان شاء الله. ان شاء الله هنسد الدين وجد الدين 5 6 مرات ان شاء الله باذن الله. ابوس ايديك ورجليك يا ابو السيسي. يا هشام بيه محمود يا مدير امن الدوله بالدوله كلها، ابوس ايديك. البلد كده بتضيع، الناس احنا تعبانين، الناس تعبانه، الطبقه الوسطى تعبانه، انما الناس اللي تحت الارض دول يعيشوا ازاي؟ حرام عليكم، حرام عليكم يا ابو السيسي. انا بقول لسيادتك ابوس ايديك ورجليك، ابعت ليا اجي لك متكلبش في الحديد وبلبوس، والله وحق المصحف ما ليا غير مصلحه بلدي، مش ليا غير مصلحه بلدي. يا ناس النهارده انا عارف ان انت مشغول، دماغك مشغوله باللي بره واللي جوه. اللي بره بس احنا قد اللي بره 10 مرات، احنا قد اسرائيل وما وراء اسرائيل. الناس النهارده وشباب ولادنا واخواتنا وابهاتنا اللي بيقول لك امريكا هتسند اسرائيل وتحارب مصر، احنا قد امريكا وما وراء امريكا. يا ناس ما تخافوش، السيسي ده راجل عسكري مش سياسي، راجل مش سياسي، مش راجل اهبل. الراجل ده عنده جيشه كفايه، وبعدين احنا الجيش بتاعنا 6 مليون ويعدي 6 مليون، وقوات الاحتياط عندنا 25 مليون و 30 مليون. اما في حاله الحرب
هيبقى ال 110 مليون بيحاربوا. النهارده المشلول هيسحب على بطنه ويحارب ويدافع عن بلده، لان ده عقيده في قلوبنا من عند رب العالمين. اما الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اردت ان تجندوا فجندوا جند مصر فان جند مصر خير جند الارض. خير جند الارض بقلبه وبقوته وبايمانه. ان كان هنا الناس زي ما الكلب بتاع امريكا بيقول لك ترامب ده بيقول لك المسيحيين عاملين ايه في مصر، تعال شوف المسيحيين يا خول يا ابن الكلب انت ونتنياهو بتاعك. المسيحيين دول اخواتنا متربين معانا وعايشين معانا وبيفرحوا معانا في فرحنا وفي حزننا، واحنا معاهم في فرحهم وفي حزنهم. المسيحيه في مصر والاسلام في مصر مش في اي دوله تاني في العالم. ومصر ديت محروسه من عند رب العالمين، محروسه من عند رب العالمين مش عند العبد. يا ناس اي واحد يطلع اشاعات ابوس ايديكم، عشان احنا مش عدنا مستحملين. الناس اللي بتطلع اشاعات في القنوات اللي هي الفضائيه اللي هي المعاديه لينا، اللي يقول لك اسرائيل ناويه محذره لمصر وناويه لمصر وناويه مصر. مين يالا ولا مين يالا؟ انت مين يا نتنياهو يا ابن الكلب يا ملجي يا اللي مالكش اصل؟ ايه امريكا تسندك؟ اما احنا ربنا اللي سندنا. احنا ربنا سندنا من عنده، وان شاء رب العباد منصورين من عند ربنا، وان شاء الله هنسد الدين وجد الدين 5 مرات ملك، وهندي للشباب ولادنا قروض ميسره ب 25 سنه بدون فوائد بدل وظيفه. هندي كل شاب نص مليون جنيه. والاراضي اللي اتزرعت هندي كل شاب فدانين وبيت بدل وظيفه. احنا عندنا خير، وباذن الله الفلوس اللي هنديها للشباب ان شاء رب العباد من عند رب العالمين. اما اقعد مع ابويا السيسي ونطلع الكنز، والكنز ده هيبقى ملك في البنك المركزي. يا ناس حرام عليكم اتقوا الله في البلد، اتقوا الله في البلد، حرام عليكم. في ناس النهارده مش لاقيه تاكل. اتقوا الله، وصلوني بابويا السيسي ابوس ايديكم. كفايه كده يابا السيسي، عشان خاطر حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام والفتاح اللي انت عبده واحنا عباده يا رب. كده كفايه يا ناس. انا بناشد اي واحد في الدوله كلها، في الشعب المصري كله، اللي عارف مسؤول يوري له فيديو. فين الوزراء ونواب الوزراء ومديرين مكتب الوزراء ومستشارين الوزراء؟ انتوا فين؟ محدش شاف الفيديوهات دي؟ طبعا شفتوها. بتوع القنوات اللي خايفين يطلعونا في التلفزيون عشان قال لك الكلام ده غلط. غلط ليه؟ ليه غلط ليه؟ افهم يعني. هل انا الكلام ده يعني بسب في البلد؟ بسب في بلدي؟ هل الكلام ده انا بشتم على السيسي؟ ما اقدرش اشتم على السيسي، مش عشان الفيديوهات ولا عشان خايف منه. لا، الراجل ده عمل في البلد اللي ما حدش عمله من يوم ما اتولدنا. عمل في البلد اللي ما حدش عمله من يوم ما اتولدنا. اللي احنا شفناه في البلد النهارده، اتجرحنا في الدين، بس الدين هيتسد وهو اللي هيسده بايده ان شاء الله باذن الله. هو اللي هيسده بايده باذن الله، وبلدنا هتبقى حلوه وهنمشي زي العسل باذن الله، وهنعيش يا بسيسي. ابوس ايديك ورجليك. ابنك السيد صبحي، محمد رمضان صبحي، مركز دير بنجم محافظه الشرقيه. يا بسيسي بتوع من الدوله قالوا هنبعت لك، ما حدش بعت. ابوس ايديك ورجليك، ما هطول عليك. انا بلاشت كل الشعب المصري كله يا ناس، تحت تسديد الدين معانا، تحت ايدينا تسديد الدين وجد الدين 5 مرات ان شاء الله. بس فين السيسي؟ هو اللي هيعرف الكلام ده، وهو اللي هيعمل الكلام، وهو اللي هيطلع الكنز ده ان شاء الله. ما اقدرش اقول اكتر من كده، وما اقدرش افسر، ولا اقدر اقول اي حد من اسم واحد من اللي تحت ايديهم الكنز ده. انا مش خايف عن نفسي، انا خايف على عيالي. يابا السيسي عشان خاطر حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام وربك وربنا هو الفتاح العليم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.